ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه انا الفيديو بتاعي النهارده يعني يعتبر فيديو حزين، لان انا فعلا حزينه فعليا، يعني بجد حاجه بشعه. الحمد لله. طبعا زلزال تركيا دوت، يعني الله يرحم اللي ماتوا ويشفي المصابين يا رب، ويرحم قناه طيوبه يا جماعه. دي كانت قناه جميله جدا، انا كنت بحبها قوي. انا زعلانه عليها قوي، مقهوره عليها بجد. كانت قناه لذيذه ومحترمه وجميله وهي ست كده راقيه. كانت قناتها بتقدم تنظيفات للبيت وحاجات كده بخصوص البيت حلوه قوي بجد. انا اتعلمت واستفدت منها حاجات كتير قوي. انا زعلانه عليها زعل كبير جدا. ربنا يا رب يرحمها برحمته، هي وولادها وجوزها يا رب. هي للاسف توفت في الزلزال للاسف. انا عامله الفيديو ده بجد عشان كل اللي يشوفها يدعي لها. يا جماعه بالله عليكم ادعوا لها، بالله عليكم بالله عليكم ادعوا لها. تمام. انا بقى عايزه اكلمكم في حاجه تانية زعلتني قوي، تانية خالص يعني. طبعا هو موضوع طيوبه ده يحرق القلب يقهر القلب عليها وعلى ولادها وعلى جوزها. بس الحاجه التانية بقى اللي زعلتني ان انا لقيت ناس قلبها تقريبا اتشالت منه الرحمه. تقريبا بجد فعلا مفيش رحمه. ايه بقى اللي زعلني وضايقني قوي؟ كنت بس كده القناه ما والاقي لك القناه دي تقول لك ايه: انا معرفش السوريين دول عملوا ايه في حياتهم عشان يمشوا من الحرب يروحوا للزلزال. يعني انت شايفه ده مثلا، شايفاهم ايه؟ شايفاهم عملوا ايه؟ يعني انت عبقريه زمانك شايفاهم عملوا ايه يعني؟ دي ناس ده قدرها، مش حاجه تانية، ده قدرهم. مش عملوا حاجه، مفيش اي حاجه عملوها. ناس مشيوا من حرب بلدهم فيها حرب غصب عنهم، طلعوا مجبرين. ممكن تحصل لنا على فكره وتحصل اي حد، وياما حصلت لناس كتير. يعني الموضوع مش بعيد مش بعيد عننا. انت بقى جايه تتكلمي وتقولي عملوا ايه؟ انت مين عشان تقولي كده؟ انت ايه عشان تقولي كده؟ ازاي تحكمي كده؟ بصوا يا جماعه، اللي حصل لسوريا ولتركيا ده مش يعني الواحد مش عارف يقولي. يعني هو ربنا ما خسفش بيهم الارض يا جماعه. سوريا ما اختفتش عن الوجود ولا تركيا اختفت عن الوجود. ده حاجه طبيعيه بتحصل في اي مكان في العالم، حادثه طبيعيه بتحصل في اي مكان في العالم. قدر، ده قدرهم. انما احنا مش في زمن المعجزات عشان تقولي ربنا خسف بيهم الارض. احنا مش في زمن المعجزات يا حبيبتي، ده من زمان وانتهى. ما عادش فيه معجزات هتحصل، خلاص خلصت. عشان يعني تشبهيهم باي قوم او باي حاجه عدت وفاتت، يعني ما عادش فيه معجزات. يا جماعه ارحموا ضعف الشعب السوري، بجد ارحموهم. ده شعب ساب ارضه وساب بلده وساب بيته غصب عنه، مجبر يسيبه. يا جماعه لو بايده كانش سابه. احنا ايه؟ احنا عشان نحكم عليهم؟ ولا احنا مين؟ يعني انا مش فاهمه احنا ايه ولا احنا مين. انا من امبارح متضايقه جدا، يعني طبعا على وفاه طيوبه دي زعلت عليها قوي، لاني كنت بحبها وبحب اتفرج عليها. بحب بس كده اسمع صوتها، بس يعني مريح كده للاعصاب. طبعا انا زعلت عليها جدا، واللي زعلني اكتر اني لقيت في ناس بتفكر بالكلام ده. لا، واللي يعني اللي ضايق ان القناه اللي بتقول كده للاسف هي قناه سايبه بلدها، هربانه من بلدها كل يوم من بلد لبلد، ومش عارفه تعيش في مكان. هي قناه مصريه سايبه بلدها، هربانه من بلدها كل يوم من بلد لبلد، ومش عارفه تعيش في مكان. مش لاقيه بلد ولا ارض تلمها. بقى بيتك من ازاز تحدفي الناس. مش عارفه اقولي والله. يعني ما بقاش انا قاعده بلف في بلاد الله مش لاقيه لي بلد ومش عارفه ارجع بلدي، واجي الوم على شعب واقول هو عمل ايه في حياته عشان يحصل له كده؟ ما عملوش حاجه حبيبتي. ربنا رزقهم بظلم، اتظلموا عادي، يعني وارد كلنا نتظلم. فيا جماعه قبل ما نتكلم يا ريت نحسب حساب الكلمه اللي بتطلع من بقنا، نحسب حسابها ونتقي الله. والله بجد نتقي الله، وما ناخدش اي حاجه من الحاجات ديت على سبيل الهزار او التريقه. ما ينفعش، الموضوع كبير واكبر مننا كلنا. ربنا يشفيهم المرضى ويرحم اللي ماتوا، ويكون في عون اهاليهم اللي عاشوا، الاطفال اللي عاشوا من غير اهاليهم. طفله حبيبتي اللي اتولدت يعني ماتت، مامتها ماتت وولدتها، يعني ايه ده؟ شفتوا كم البشاعه اللي احنا فيه؟ يكمل يعني حاجه بشعه. دي يا حبيبتي ولا يا حبيبي، ده اتولد في الدنيا من غير اهل كده؟
اتولد بمأساة. يا رب يا رب يجعل له قلوب رحيمة تشيله يا رب. المهم بس انا عايزه اقول الكلمه بقى لاهل سوريا، انا بحبكم جدا جدا جدا، وانا يعني قلبي معاكم. نفسي ربنا يحوش عنكم اللي حصل، وربنا يرحم كل متوفي فيكم، ويرحم كل مصاب فيكم ويشفيه ويعافيه يا رب، وما نسمعش عنكم اي حاجه وحشه ابدا. نشوفكم دايما في خير. في الاول وفي الاخر يا جماعه، الكارثه اللي حصلت دي ضرت مسلمين، ضرت بشر، في حاجه انسانيه فيها. الموضوع مش موضوع ترندات، ولا موضوع نتكلم على شعب، ولا نصفي خلافاتنا مع الشعوب يعني، او مع الافراد بالشعوب زي ما الناس بتعمل. احنا المفروض في الاول وفي الاخر نحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، ان احنا ربنا ما ابتلناش، وندعي بقى لاخواتنا سواء مسلم مسيحي ايا كان ديانته ايه، هو انسان وبشر في الاول وفي الاخر. ندعي له ونترحم على اللي ماتوا ونحتسبهم شهداء. يا رب ما كنتش طولت عليكم في الفيديو، ومعلش انا اسفه اني اتكلمت في فيديو زي كده، بس انا الموضوع كان واجع قلبي جدا جدا جدا. انا مش عارفه انام من امبارح بسبب الموضوع ده، تعبني وتعب نفسيتي ووجع قلبي على الاطفال وعلى الاهالي اللي راحت في غمضة عين. ادعوا لطيوبه يا جماعه، طيوبه توفت هي وجوزها و6 اطفال. ادعوا لهم بالرحمه، وربنا يصبر اهاليهم يا رب. اقول لكم على السلامه وفي امان الله، واحمدوا ربنا على نعمه اللي علينا، اللي ربنا مديها لنا. ربنا نعم علينا بحاجات كتير قوي احنا مش حاسين بيها، احمدوا ربنا عليها، وادعوا لكل متوفي ولكل مسلم. سلام.